حكاية قديس وشهيد. عارفين قصة القديس سدورس الثاني البابا البطريرك رقم 31 من بابوات الإسكندرية؟ البابا البطريرك سدورس بقي بابا على الإسكندرية بعد نياحة الأب القديس يوحنا، وكان هو باختيار من الروح القدس، وكان محب جدا للشعب وفاضل في علمه وعمله، كمان كان محب جدا لربنا. يقال عنه إن ما كانش فيه من البشر في الوقت ده في سنه إن كان زيه في إيمانه وقربه جدا من ربنا، وبكده الروح القدس اختارته علشان هو لا يكون فاضل لأنه يكون الأب البطريرك. كتب رسالة للأب البطريرك ساويرس بطريرك أنطاكيا يقول له فيها اتكلم عن الثالوث القدس المساوي في الجوهر، وكمان شرح التجسد بطريقة جميلة جدا، وقال إن الله الكلمة قد اتحد بجسد بشري. الجسد البشري كان كامل من كل شيء وبنفس عقل كامل وبكل حاجة يشبه الإنسان بالظبط، وإنه صار معنا بالاتحاد ابنا واحدا مسيحا واحدا ربا واحدا لا يفترق اتنين. يعني كانش اتنين، ده كان واحد بس، وإن الثالوث واحد قبل الاتحاد وبعد الاتحاد، وفضل على كده ولم تدخل عليه زيادة التجسد. وشرح الطريقة دي بطريقة جميلة جدا، واتبعتت الرسالة للأب ساويرس بطريرك أنطاكيا، والأب ساويرس فرح جدا بالرسالة وأراها لكل الشعب اللي كان موجود، ففرحوا جدا بيه إن هو هيكون بابا جميل جدا للشعب، وإن الشعب كله هيفرح بيه، وإنه هيكون على الإيمان المسيحي الأرثوذكسي الصحيح. فبعتوا له الرسالة يقولوا له إنك أنت تفضل كده ولا تميل يمين ولا يسار، وتبقى على طول كده على الإيمان الأرثوذكسي، إيمان الآباء الأساقفة ال 318 أسقف اللي كانوا حاضرين في مجمع نيقيا، وفرحوا بيه جدا. ففرح الأب ديسكوروس وقرأ الرسالة لكل الشعب، وهو بيقرأ الرسالة الشعب كان فرحان جدا بيه، وهو برضو كان بيحب الشعب جدا، وكان بيحب التعليم والقراية، وكان بيحب كمان يحتضن الآباء الكهنة، فكان محب في وقته لكل الناس، وكان حارس على رغبة الشعب جدا. وتنيح بسلام سنة 511، وبركة القديس الأنبا سيدوروس الثاني تكون معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.